الفيديو هذا منتشر، الشرطة الإسبانية كترحب بالطريقة ديالهم على هاد جوج مغربيات في اسبانيا. الله اعلم اشنو داروا. وهاد السيده هذه راها مشهوره على السوشيال ميديا والكثير كيعرفها. ربما نتوما تعرفوها من الصوره، وانا غنحط لكم الصوره ديالها. اشنو غيكون الرد ديال اي ام واي اب ملي كيشوف الابن ديالهم كيتفصل والفيديو ديالو منتشر في اللايف والناس كتشوفوه هو كيتفصل من يديه ومن رجليه ومن عينيه ومن راسه. وهاد الام هذه كتقول كيفاش انا غنسى ولدي والفيديو ديالو غيبقى مرسوم ما بين عينيه، والاخت ديالو كذلك والاب ديالو كذلك في منطقه سيدي رحال نواحي الدار البيضاء. واللي حيدوه من الدنيا هما 5 ديال الشباب كيبيعوا في البوفه وكيقولوا الدرك الملكي ما قدرش يسيطر عليهم، وكيقولوا لنا احنا كنحسبوا احنا عايشين في كولومبيا ولا في البرازيل ولا في الاكوادور، ولينا يقولوا ولينا خايفين على المستقبل ديال ولادنا من هاد الناس هادو اللي كيبيعوا البوفه كيحميهم الدرك. هذا السر يصير حتى من الاطباء فرحوا معاها واحتفلوا معاها. مرة مغربيه في عمرها 47 سنه ما عمرها ولدت وتبنات واحد البنت حيت ما كانتش كتولد. ملي وصلت 47 سنه الله رزقها بنت اخرى. سبحانك يا رب. هذه القصه هذه كتخلينا ما نقنطوش من رحمه الله، ورحمه ربي وسعت كل شيء، وكنتمنى من رب العالمين ما يحرمش اي انسان من نعمه الاولاد. قولوا امين. اشنو غيكون الرد ديال اي ام واي اب ملي كيشوف الابن ديالهم كيتفصل والفيديو ديالو منتشر في اللايف والناس كتشوفوه هو كيتفصل من يديه ومن رجليه ومن عينيه ومن راسه. وهاد الام هذه كتقول كيفاش انا غنسى ولدي والفيديو ديالو غيبقى مرسوم ما بين عينيه، والاخت ديالو كذلك والاب ديالو كذلك في منطقه سيدي رحال نواحي الدار البيضاء. واللي حيدوه من الدنيا هما 5 ديال الشباب كيبيعوا في البوفه وكيقولوا الدرك الملكي ما قدرش يسيطر عليهم، وكيقولوا لنا احنا كنحسبوا احنا عايشين في كولومبيا ولا في البرازيل ولا في الاكوادور، ولينا يقولوا ولينا خايفين على المستقبل ديال ولادنا من هاد الناس هادو اللي كيبيعوا البوفه كيحميهم الدرك. هذا السر يصير. لهذا انتهى حلم الهجره الى امريكا. ترامب يفي بوعده ويبدأ بترحيل المهاجرين الغير الشرعيين وطالبي اللجوء في أمريكا. والبارحة 3 طائرات وصلوا إلى المكسيك وكل طائرة فيها 80 شخص. والتقارير كتقول أن الآلاف ديال المهاجرين الغير الشرعيين جمعوهم في أماكن اللجوء وكيستعدوا باش يرسلوهم لبلدانهم، ومنهم بالأخص المغاربة وموريتانيا والسنغال. واش حنا كناكلوا زيت الزيتون مغشوش بلا ما نشعروا. وهذا الشيء اللي كتقول التقارير الإيطالية. حماية المستهلك تصادر 71 طن من زيت الزيتون هذه الأيام، تصادر 23,000 طن من الكلوروفيل. وهذا الكلوروفيل هذا كيتحط مع زيت نباتي كينفعل معه وكيولي زيت الزيتون. وكتقول التقارير أن إيطاليا استوردت من تونس 270,000 طن من الزيتون باش يغطيوا النقص في إيطاليا، وإيطاليا تصدره باسم ماد إن إيطاليا. لهذا العسل الحذاري حماية المستهلك في بيتشين ستصادر 23,000 طن من العسل المزور. اشنو كيعملوا بالطريقة ديالنا اللي كيعملوها في المغرب؟ العسل المصنوع من السكر والمواد الكيماوية الخليط من العسل الطبيعي، والمشكلة كيعملوا له التكييف وكيتصدر باسم صنع في إيطاليا وكيتباع في الأسواق الإيطالية. وحماية المستهلك كتقفل هذا المصنع هذا وكتغرمه 35,000 يورو، والتهمة التزوير والاحتيال، والقانون الإيطالي كيعاقب عليها من 2 إلى 5 سنوات.